تخيل معايا كده انت نايم في سريرك وبتحلم انك بتطير فوق السحاب او بتلعب ماتش كوره مع ميسي في نهايه كاس العالم. ما هو حلم بقى، عيشه براحتك. بس للاسف حتى الحلم ما بقاش ملكك، العلم بقى يتحكم فيك. والله زي ما بقول لك كده. خلينا نرجع تاني لحلمك مع كريستيانو. فجاه وسط الحلم تظهر لك شاشه اعلانات مكتوب عليها اشرب كولا عشان ريقك ما ينشفش وانت بتجري. او الاغرب تصحى الصبح تفتكر حلمك فتلاقي ايميل جاي لك على الموبايل مكتوب فيه ده تقرير بفيديو كليب عن الحلم اللي سيادتك حلمته الساعه 3 الفجر النهارده. الكلام ده طبعا لو قلته لحد من كام سنه كان هيقول عليك مجنون او متاثر بافلام الخيال العلمي زي فيلم انسبشن. لكن الصدمه بقى ان الكلام ده ما بقاش خيال، احنا فعلا دخلنا عصر هندسه الاحلام. العلماء دلوقتي ما بقوش بس بيتفرجوا على الاحلام، دول بقوا بيقروا احلامك وبيكتبوا جواها، وممكن في المستقبل يتحكموا في انت هتحلم بايه النهارده. جهز قهوتك وتعالى احكي لك اغرب واخطر قصه واقعيه حصلت في معمل هندسه الاحلام. سنه 2020 في واحد من اكبر المعاهد العلميه في العالم، معهد MIT في امريكا، في باحث عبقري اسمه ادم هورويتز. ادم ده قرر يعمل تجربه تاريخيه. صنع جهاز صغير شبه القفاز بيلبسه الشخص في ايده وهو رايح ينام وسماه دورميو. الجهاز ده متصل بالكمبيوتر وبيراقب نبضات القلب واشارات المخ. اول ما الشخص يبدا يروح في مرحله النوم ويدخل في اول مرحله اللي هي بين الصحيان والنوم، الجهاز يلقط ده وفجاه يشتغل صوت هادي من الكمبيوتر يقول للنايم كلمه واحده بس: فكر في شجره او افتكر ارنب. وبعدها بدقايق الكمبيوتر يصحي الشخص ده ويسالوه كنت بتحلم بايه؟ عارفين النتيجه كانت ايه؟ 67% من الناس اللي شاركوا في التجربه دي صحيوا وهم مذهولين وقالوا احنا كنا فعلا بنحلم بارانب واشجار، لدرجه ان في واحد منهم قال انا شفت ارنب طوله 5 متر بيتكلم معايا. العلماء هنا قدروا يعملوا حاجه اسمها توجيه الحلم، يعني زرعوا فكره جوه دماغ شخص نايم وعقله كمل عليها الحلم وهو مش حاسس. طب يا بروف، هما ازاي اصلا بيقروا اللي جوه دماغنا؟ الموضوع ده بيشتغل ازاي ببساطه؟